السلام أصدقائي، اليوم غادي نشوف واحد الفيديو من قناة رسمية مغربية تقصف بقوة نظام حظيرة الجزائر فيما يتعلق بالمهزلة ديال نهضة بركان والمعركة التي أعلنها نظام حظيرة الجزائر وخسرها في نفس الوقت. غادي نشاهدوا أصدقائي هذا القصف الناري من هذه القناة الرسمية المغربية. تمادت الجزائر في غيها، تمادت في تناقضاتها الصارخة، فاختلطت عليها الرياضة بالسياسة. لم تعد تفرق بين فريق كرة قدم وفيلق عسكري، وكأنها في حرب مع عدو لا وجود له إلا في مخيلتها، لينعكس ذلك على بعثة فريق نهضة بركان حينما حل بمطار هواري بومدين. فتح لمين والتقرير. مجرد مباراة عادية في كرة القدم ضمن دوري أفريقي ذهابا في انتظار إيابها ليعلن عن الفريق المؤهل من بين فريقي نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، لكن السلطات الجزائرية كانت لها كلمة أخرى، فأخرجت المباراة عن سياقها الرياضي وكعادتها ترمي بكرة الفريقين في مرمى المؤامرة السياسية لتبدأ حكاية قميص هو اليوم أكثر القمصان شهرة بعد قميص يوسف. الأخير قض من دبر والآخر حيك من جديد بيد خياط المؤامرة، حاك قميصا على مقاس ما تحمله نفسه من خبث. جاءوا بقميصه ملطخا بحقدهم ليشهد على صدقهم، فكان دليلا على كذبهم، لأن القميص لم يخالف قوانين الكاف، فشهد العالم حقيقة مع من حشر الله المغرب في الجوار. فما الأمر كما تقولون؟ لسان حال المتتبع القريب والبعيد للمشهد الكروي الذي حوله الجنرالات إلى مشهد سياسي محموم والخصم أنفسهم. فما الأمر كما تقولون؟ بل زينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا قبيحا في النهضة والقميص، فرأيتموه حسنا وفعلتموه. كانت مباراة عادية إلى حدود وصول فريق نهضة بركان إلى مطار هواري بومدين مؤسس دولة الحقد والكراهية العمياء تجاه المغرب، لتبدأ السلطات الجزائرية وريثة عباءة بومدين بتفتيش أمتعة فريق النهضة وحجز أقمصته والتسبب في إلغاء مباراة رياضية قارية بسبب خريطة المغرب. عمل ساقط يدل على أننا أمام طغمة فاقدة للأهلية ويحكمها العداء الأعمى لحد الهوس تجاه المغرب، هي عقد وعقيدة. ليتحول قميص بركان إلى بركان مشتعل، شظاياه عمت كل الجزائر والحيرة تتملك العالم من عرب وعجم، ساخرة مستهزئة من نظام حكم بلغ به الحقد إلى درجة أن ذكر اسم المغرب، علم المغرب، خريطة المغرب، كل ما هو مغربي يدغدغ مشاعرهم، فيتصرفون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هكذا كافأ الجنرالات أبناء بركان التي احتضنت ثورتهم، هكذا كافأت الجنرالات أبناء بركان الذين احتضنت بيوت آبائهم وأجدادهم الجزائريين وثورتهم. فوالله ما هكذا يكافأ الشرفاء، ما هكذا يرد الجميل، لكنها بركان التي تبوح بأسرار الذكريات وبداية رسم معالم تاريخ من العدم لمن هم كانوا يساكنون بركان وتساكنهم. وكيف جاك عزيزي المتابع هاد الصاروخ اللي قصفت به هاد القناة الرسمية المغربية ديال العيون اللي قصفت به حظيرة الجزائر؟ ونتمنى من حظيرة الجزائر يديروا بحال هاد التقرير اللي دارته هاد القناة الرسمية ديال العيون. صراحة قصف اللي كان رائع، قصف باللغة العربية وبالأدب، ولكن نتوما عندكم غير تخسار الهضرة في الإعلام، في وكالة الأنباء، في الصحف، في القنوات، في الإذاعات الرسمية، ما كاين غير تخسار الهضرة. هذا المستوى هذا ضعيف بزاف، وتعلموا من قناة العيون الرسمية اللي قصفتكم قصفا رائعا. أصدقائي نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا القصف الرائع من قناة العيون. نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.